خطر، ولهذا الجمهور نتاعنا مكسب كبير الموسم هذا، ولازم يكمل معناتها في مساندة الفريق نتاعو، لانه في حاجه ماسه الى جمهور الترجي الرياضي التونسي. برافو للمدرب، لعب بالامكانيات، هذا الهدف بالنسبه لي انا. لهنا مشكله مش خرج تردد، المفروض ما يترددش لما يخرج الحارس، يا اما يعمل حسابه، لان الخروج مع 10 او 12 لاعب مو سهل باش تاخذ كوره، يا اما تخرج 100% او تبقى في المرمى. شوفوا خروجه وخرج المرمى، كان ممكن لو في المرمى كان ممكن معناتها يصد الكوره، لكن هذا هو الحارس شاب انقذنا في عديد المباريات، هو اللي وصلنا الدور النهائي، واحنا نعتمدوا عليه الحارس هذا باش يكون مستقبل الفريق ومستقبل ممكن الكره التونسيه والمنتخب التونسي. طلب الحديث عن لقطه في نهايه المباراه كانت مطالبه بركله جزاء في الدقيقه الثانيه. احنا ما نبكيوش دائما، ما نحكيوش، ما نحبش نحكي كثير. انا لما الحكم والفار ما تدخلش، لكن حبينا نشوف اللقطه هذه هل فيها ضربه جزاء ام لا. بوكيا الدخول نتاعو ممكن كان معاه اساس، ممكن كان لو بقى اساس. شوفوا ممكن المدافع لمس الكوره قبل ما ومن بعد رجل، شوفوا واخذ الكوره لعب بالكوره ومن بعد لعب بالرجل. مانيش عارف، انا مانيش حكم، حبينا لكن احنا ما نبكيوش على كما نقولوا على الاطلال، احنا نعطيو الحكم والفار هو معناتها عنده الكلمه الاولى والاخيره، هل هي ضربه جزاء ام لا. ممكن في حالات تعطى وممكن في حالات لا. يوسف ركله جزاء لا. المس شويه الكره بحال لو مش خذ الكره اول صعبه. خذ الكره اول، المس شويه الكره، لعب الكره ومن بعد رجل، لو لمسها يمكن، وهي حتى احتسبت ضربه مرمى. مش ضربه جزاء. لو ما لمسهاش طبعا ما فيهاش حاجه طبعا، لمس الكوره والكوره خبطت في رجل المهاجم وطلعت ضربه مرمى، فانما لو ما كانش لمس الكوره كريم كانت ممكن يبقى فيها شك يعني. ذكر كابتن طارق، ذكر مميش قدم بطولة كبيرة، هذا الهدف جاء بعد الصمود استمر 826 دقيقة من الشباك النظيفة لفريق الترجي. صحيح، وشاهدنا منذ بداية دوري مجموعات محمد كان مميز. دائما عندما تريد الذهاب بعيدا في مثل البطولات تحتاج إلى حارس مرمى قوي وإلى دفاع قوي، إلى منظومة دفاعية قوية اللي نجح فيها صالح الترجي بوصوله للنهائي وفي العديد من المباريات، خصوصا المباريات المهمة والمباريات الحساسة، خصوصا في دوري الربع النهائي ونصف النهائي كان مميز. يمكن كان عنده تردد، لكن انا اشوفه حارس مميز، حارس شاب عنده 20 سنه يلعب بهذه الثقه بهذا الاسلوب. ربح كبير لنادي الترجي وللكره التونسيه بصفه عامه. بالاضافه كما قلت الى بعض اللاعبين اللي كذلك كانوا مميزين، خصوصا لاعبين وسط الملعب كان قوي. اتكلم انا ليس فقط المباريات لكن منذ بدايه البطوله راهول اعطى ثقه كبيره واعطى قوه لوسط الملعب. تحتاج الى كما قلت في بعض المباريات مثل هذه الى اللاعبين خبره ولاعبين تجربه. ما ننساوش انه اكثر لاعبين تقريبا اول مره يلعبوا النهائي. هنا يمكن ميزه الاهلي الخبره اولا، ثم عندما نشاهد الارقام، اولا هذا هو اللقب الثامن على التوالي للانديه العربيه في دوري ابطال افريقيا، لكن هذه رابع مره يفوز بلقبين متتاليين الاهلي. وهذه النقطه اللي تحدث عنها وائل، مساله تجديد الدافع الرغبه في تحقيق الانتصارات بعد الانجاز. احنا على مستوى اوروبا اذا استثنينا ريال مدريد وميلان ساكي صعب جدا ان تفوز بالتشامبيونز ليج في اي قاره مرتين متتاليتين. الاهلي فعل ذلك 4 مرات، ليست المره الاولى، يعني فعلها قبل ذلك في النسخه الماضيه والنسخه الحاليه، فعل ذلك في 2020 21 12 13 2005 2006 ووصل 5 مرات على التوالي النهائي. تعطيك مدى قيمه الفريق ومدى الخبره وتجربه النادي الاهلي. دائما الاهلي عندما يلعب البطوله هذه دائما مشكلته دائما هو في دوري المجموعات. دوري المجموعات يعطيك انطباع انه سيخرج من الدور الاول وتغش المنافسين. صحيح، لكن عندما يتاهل للدور الثاني يصبح فريق اخر، وهذه كما قلت ميزه وقيمه عند اللاعبين، خبرتهم، لعب العديد من النهائيات، لعب العديد من المباريات، الاستقرار الموجود في النادي الاهلي. ودائما انا كنت اعطي مثل بالنادي الاهلي كافضل نادي المفروض يكون مثل لكل الانديه العربيه في عمليه التسيير، في عمليه تدبير النادي من النواحي الرياضيه، من النواحي الاقتصاديه، من كل شيء. الفريق لا يعاني، ليست لديه مشاكل ماديه، وهذا اهم شيء محمد. تعاقدات عندما يتعاقد مع اللاعبين الاقتصاديه اكيد مميزين، احنا شفنا امثله عن قرب يعني ما شاء الله. ما شاء الله. والاهم محمد انه الحمد لله انا مبسوط ان احنا فزنا وانت موجود. احنا فزنا وانت موجود عشان نحسن الصوره بس. الصوره بتاعتك معانا يعني.
رجعوا لي عبد العزيز. ايوه شوف كابتن طارق زعلان. بس مع عبد العزيز هو طلع تعادل يعني ما كان حتى في فوز يعني. يعني وصل للجول على الاقل مع عبد العزيز، وصل للجول، انما معاك انت ما وصلش للجول. في ميزه الاهلي وهذه مش موجوده في الفرق الكل. الاهلي ممكن ما يكونش افضل فريق في الدوري لكن يفوز. اليوم بالنسبه لي انا لو ناخذ 1-1 الاهلي ما عندوش افضل لاعبين، لكن المجموعه اسم الاهلي كبير، اسم الاهلي يلعب.